لا تتهم الله في شيء قضى لك به. حرمت الولد لعله من باب فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. حرمت الزواج ممن تحب لعله شر صرف عنك. رفض صاحبك أن يشاركك في تجارته لعله خير لتدوم بينكما المحبة ولا تقع بينكما الاختلاف والعداوة بسبب الخسارة وغير ذلك. لا تتهم الله في شيء قضى لك به. عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: لأن أعض على جمرة أو أقبض عليها حتى تبرد في يدي أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن. السعادة وطيب العيش والغنى في الرضا بما قسم الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض أي عن كثرة المال، إنما الغنى غنى النفس. فلا يسلم أيها الأحبة أحد في دينه حتى يسلم لربه.